السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مشكلتين في العداد بيقابلوني كتير. أول مشكلة فيهم إن إضاءة العداد النور بتاعها بيبقى واطي فما بيبينش حاجة بالليل. تاني مشكلة إن العربية أما تبقى على الصلانسية أو تبقى مبطلة النور بيوطى جامد وممكن يختفي. المشكلتين دول هنحلهم مع بعض بإذن الله، تابعوا معايا. أول حاجة هنحل العداد زي ما احنا شايفين كده. تمام، هنطلعه. هيظهر عندنا 4 مناطق، ادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي الرابعة. المنطقة الرابعة دي هنا في الطرف التاني هنا اللي باين فيها الاخضر ده. ال4 مناطق دول هما الاضاءة بتاعة العداد. طبعا بيبقى راكب فيها لنضة زي ما انتوا شايفين كده، اضاءتها مش حلوة قوي. الحل ان احنا نزود الاضاءة. هنعمل ايه؟ هنفك اللمبة دي كده ونجيب لمبة زي دي ونركبها فيه الليد او زي دي. هتركب 4 لوند مكانهم. طيب الحتة الخضراء اللي فيها دي هتحوش في اللمبة، شيل الحتة الخضراء خالص. هتشيلها ازاي؟ اولا هتحل المؤشر ده باستخدام جفت. زي ما احنا شايفين كده، مفك عادي صغير، وتحل المسمارين دول ده وده كده. احنا بعد ما فكينا المسمارين اللي هنا اتحررت الوش معانا. اول ما هتطلع الوش هتلاقي البتاعة الخضراء اهي بايدك كده طلعت معاك. اهي دي هتشيلها، دي بتحجب الاضاءة شوية هنشيلها. نفس الموضوع في الحركة في اللندة التانية والتالتة كده. اللندة راكبة عندك كده اهي زي ما انتم شايفين. نقيد الاضاءة، خلينا اطفي لكم اضاءة التليفون نفسه. دي الاضاءة، اضاءة الليدات. تابعوا معايا نركب الليدات هنا وهنا، وبعد كده هعرفكم ازاي تتجنبوا النور اما يوطى والعربية على الصلانسية او هي مبطلة. طريقة هتعرف تظبط بها الاضاءة بتاعتك. تابع معايا كده. احنا شلنا الليدتين الخضر اللي هما هيقفوا مع اللوند. نرجع بقى نقلب العداد لورا بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هنقلب العداد لورا زي ما احنا شايفين كده من مكان اللمبتين، وهنقيد العداد بالشكل ده، وهنركب اللمبة زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اللمبة ركبت. نركب التانية في نفس اتجاه المكان المحدد اليه. بكده احنا ركبنا اللمبة على الاربع لوند. بكده احنا ركبنا الاربع لوند الليدات. نرجع بقى للمشكلة التانية اللي بتحصل، ان الارض بتاع الكهرباء بيبقى ضعيف. هتاخد ارضي من العداد نفسه، من اي منطقة في العداد تشوفها. ده ارضي مثلا، هناخد الارضي من اي منطقة في العداد. هنا ارض اهو. الارض ده ارضي. هتقصه وتوصله بارض اي ارض في العربية. يعني هتاخد سلك من العداد من المنطقة دي، ده سلك ارضي تمام، وتوصله
بارض للعربيه عند المسمار ده مثلا كده اللي انا بشاور عليه ده، وتوصله بيه كده. الارض عندك بقى كويس قوي، نقدر ان احنا نعتمد عليه. هنخلينا مثلا انا واخد ارض من هنا، من الار بي ام اللي في النص، واخد منه طرف ارضي موصله في الارضي اهو، السلك اهو موصله تحت عند السلك الاحمر ده الارضي اللي موصله في العداد، في السالب بتاع الار بي ام اللي هو ده اهو. اما الار بي ام 3 مسامير، المسمار اللي في النص توصله بالارض على طول كده، الاضاءه معاك هتظبط. تابعوا معايا تقفيل العداد. كده احنا قفلنا العداد بتاعنا. نبص على الاضاءة، تابعوا معايا. ده اضاءة العداد في الضلمة، طبعا الكاميرا مش موضحة قوي. وبكده نكون احنا خلصنا الفيديو. وطبعا عالجنا مشكلة ضعف الكهرباء. انا بقيت لكم الاضاءة والعربية مبطلة مش دايرة، يعني المفروض يكون النور ضعيف، بس انا طالما وصلت ارضي كده النور اشتغل معانا. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، ولو في اي استفسارات انا تحت امركم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.